هو أشهر من نار على علم، كذلك هو وليد الرجراجي. ما لا تعرفه عن قائد منتخب الأسود؟ يعشق المغرب رغم ولادته في فرنسا، وطلب غريب نفذته له الجامعة، وسبب جعله يحب لقب الأفوكادو. قائد أسود الأطلس للتأهل للدوري 16 في كأس العالم قطر 2022. وليد ليس مدربا كفءا فقط، ولكنه قصة محملة بالإنسانية والعطاء. وإيه سبب نجاحه تعرفوا معايا في الفيديو النهاردة. اتولد عام 1975 في محافظة كروبي أيسون الفرنسية، ورغم ولادته في فرنسا إلا إنه لا يتنفس إلا الهواء المغربي. في طفولته كان مسميه والده الفرنسي الصغير، وهو بالفعل مجنون ببلده المغرب. لم يتردد بعد الاعتزال في العودة إلى وطنه المغرب. وليد قرر العودة إلى الوطن والاستقرار فيه، وده عكس اللي زيه اللي بيفضلوا البقاء في أوروبا. وليد عاد للمغرب رغبة منه في القرب من والدته اللي لا يطيق البعد عنها أبدا. وليد بار جدا بوالديه وبيعتبرهم سر نجاحه، وبالفعل دعواتهم هي اللي مرافقاه في كل خطواته. حتى إن العداء المغربي الشهير سفيان بقالي هو المتعهد بتنقلات والدته في أثناء كأس العالم. أما سبب جعله يحب لقب الأفوجادو فهو سبب غريب جدا. في بداية الأمر كان لقب راسو دافوجا أو راس الأفوكادو بيستخدم للتنمر ضد وليد الركراكي، لا من طرف بعض الجماهير المغربية، لكن قوة شخصيته وكونه إن هو مرح ولم يتضايق أبدا من هذا اللقب، فرحب جدا بهذا اللقب، وعلى لسانه يقول: لا تنسوا أن راس الأفوكاتو لا يمر بسهولة في بلعوم البعض، وذلك يكفيني.